إدارة الأهلي عملت تمثال لصالح سليم المحترم الله يرحمه، وتمثال للمرحوم برضه الله يرحمه العمري، خلاص. والعيال بتوع الزمالك اللجنه اللي ملهاش دلاديل عباس داسوا على اسمه بصورتي بالجزمه. لا ثاني واحد مرفوع ما فيهاش ضرب. ده الفرق يا اشرف يا صبحي، يا اللي خايف منهم. انا بيداس على صورتي بالجزمه وحياه امي الغاليه. اخركم 31 ديسمبر باذن الله عشان كلنا عمر. اخرهم صوره يا باشا استنى، الدوله لو ما تلهمش روحوا جماعه اميه كلها معايا والجمهور كله معايا، هروح اروحهم انا. كنا بنلمس فيه. الولد اللي اسمه حسام مندوب طلع قال احنا خدنا فلوس كهرباء بالكامل. اول حاجه كهرباء قدم طلب للمحكمه الرياضيه الدوليه ال 2 مليون 650 الف دولار يدفعهم مصري، تمام؟ وبالتقسيط قالوا له لا هتدفعهم دولار، تمام؟ مين قال لك تاخدهم من المصري؟ ليه بقى؟ لان انا النهارده عايز يبقى عندي جوميز ده بديله فلوسه ايه؟ دولار. اجيب دولار دلوقتي ب 50؟ لا. وانا كان عندي دولار موجود المفروض اخده منه؟ ما انت عامل نصح. طب ما انت دلوقتي اشتريت دولار ب 50 عشان تدي جوميز وتدي سيف وبسلوسي ومش لا مش فاهم مين ده. انا مش فاهم. طلع اي كلام يا عم اي كلام يا عم، ده ماركه كاوتش المغربي برضه حلو. تمام. هو بقى السؤال، انت طلعت قلت احنا خدنا فلوسنا بالكامل. طب الشيك اللي انت بقى ما حصلتوش رحت خدته بقى وبلغت النيابه صرحت كمان يبقى انت بتكذب اهو يا كذاب. اللجنه كلها كده، تمام. عايز اسالك سؤال تاني، يعني ايه جمعيه قوميه تعملها يوم الثلاث يوم شغل والموظفين بتخلص الساعه 7 والموظفين بيرجعوا من شغلهم الساعه 4، في جمعيه قوميه 3 ساعات؟ يلا حطومك انت هو بلاش. ده احنا عرفنا وفوق بقى يا اشرف يا صبحي. العيال دي بتلوث الدنيا. هو حضرتك برضه مش وزير الشباب والرياضه ولا مشيت؟ في جمعيه عموميه تتعمل يوم 3 والناس شغاله يطلعوا من شغلهم الساعه 4 لمده 3 ساعات. كل جمعيات عموميه بتعمل يوم جمعه، تمام؟ ثاني واحد ادي واحد. هو مين اللي بيدعي للجمعيه العموميه؟ مين؟ مدير عام النادي؟ الواد حسن موسى مش مدير عام النادي، ده متهم انه دخل اقتحم النادي بالبلطجيه وضرب راجل لواء مدير امن جوه النادي واتشطب. ازاي موجود هو؟ بقول لك ايه؟ في الاخر سياده الفريق كفايه. الواد الكذاب ابن المندوب كان ممسوك في قضيه رشوه، وانا رحت طلعته بعد ما عيط وجالي الواد ده كان لسه عيل صغير، رحت طلعته غلبان يعني المندوب، تمام؟ طالع بيقول لك عمال يكذب، بيقول لك النادي لما استلموه كان مديون ب1.5 مليار. لو انت راجل قول لي هم بتوع ايه؟ مش انت راجل يالا؟ وانت عارف انت جيت ازاي؟ واللي جابك شريف عادل اللي وزير الداخليه المحترم ناله وشاله من المكان المحترم ده. لو انت راجل فنطهم لي، مش كده؟ فنط. انما عمال تلف على مهيب وابراهيم عبد الجواد وابراهيم فايق ومش عارف مين، قرفتونا الله يخرب بيتكم. الراجل يطلع يقول الضرايب كان ليها كذا، تامينات كذا، لعيبه كذا، تمام؟ انما شغل الهمبكه وهم مستغلينها. مش عايز ارد لان عندي مشغول بقضيه فلسطين اهم 100 مره من نادي الزمالك. وصمه عار في جبين الرياضه المصريه. صح. تاني وصمه عار في جبين الرياضه المصريه. واللي الناس ما تعرفوش ان اللي عمل الازمه كشري، خلي بالك. وانا ليا سؤال. اولا كشري كان محجوز هناك، تمام؟ واخدين جواز سفر عشان قال ادب على الناس المحترمه. انا ليا سؤال. انت لما القاضي اجل الحكم اسبوع، انت والواد الثاني والثالث وعيلتي كلها ولا ليه قيمه ولا ليه لازمه، واتحداك يا حسين يا لبيب طلع قرار مجلس الاداره اللي اداك العضويه قدام مصر كلها. لو انت راجل طلع قرار مجلس الاداره. انت كنت بتلعب كره يد في النادي، تمام؟ حصل مش عرفك، انا كنت متابع. متابع يا فندم. ماشي. بس ليا سؤال. هو غرامه ساسي دي ايامي؟ لا. الراجل باتشيكو ايامي؟ لا. الواد الثاني شاكبوند ده ولا هاشم يونج. ما هو ده كان عامل فيديو بعته لحسين لبيب، قصدي لبيب كشري، تمام؟
او لبيب حنفي. انت سبت النادي والنادي باظ. لبيب كشري عشان جاي ما بيجاملش في النادي انا رحت هناك شالوا الرخام وحطوا بلاط شوارع. ايه ده؟ تمام. انت لبيب كشري عشان طارق كشري ابو طارق وعيب برضه ان كده بيعملوا، ده نادي محترم. اذا كان مش عارف قيمته يخفى في 60 داهيه. وانا مديهم مهله للدوله كلها لغايه اخر 12 السنه دي بامر انا عشنا. لو الدوله ما قالتلهمش روحوا هروح اروحهم انا. انت الراجل الجريء. كانوا معايا نجوم المنتخب، كنت انا استثمرت دي فرقتي وخدت عقد اعلى وعندي فيه توقفات اعلى، لكن انا النهارده تدخل لي لعيبتي وتهملها دي مش هسمح بيها. وعندي حقي عند عصام الحضري مره، انا كنت منتخب مصر قام طردلي، اما قدم اعتذار عن منتخب مصر سنه وقعد يلعب في النادي الاهلي وما بيجيش منتخب مصر. دي حصلت كده وكانت موجوده واعتذر رسمي. فلو الاسلوب ده فضل في منتخب مصر، هو قرار مش قراري، يعني قرار صفه مشرف على الكوره، ما يجيليش كل لعيب المنتخب اقعد اتكلم معاه. فهدي مذكره انا لجنه الكوره وجوميز، انا مش هدخل لعيبه منتخب الزمالك وروح منتخب مصر. لان اللي انا شايفه في الطريقه اللي اتعامل فيها منتخب حسام عبد المجيد النهارده دور كبير جدا وقعد احتياطي، مع احترامي للناس اللي في الملعب وتقديري اليوم كلهم، وحارس المرمى بتاعي قاعد احتياطي وكان المفروض ان هو من احسن الحراس ويعتبر ماشي راس براس مع احسن حارس في مصر، لكن النهارده ولا بيلعب الماتش الاولاني ولا بيلعب الماتش الثاني واثنين تانيين بيتواجدوا. فالموضوع لو يفضل بكده هقدم اقتراح للجنه الكوره في نادي الزمالك واقدم اقتراح للمدير الفني. لو كده انا هحتفظ بلاعيبتي، ومنتخب مصر عنده في ناس محترفين ما بيرضاش يجوا. تمام. حقي اللي انا كراجل احافظ على لعيبتي، والمشاكل الفنيه اللي بشوفها منهم. محمد شحاته النهارده خسروا 7 اسابيع ولا 8 اسابيع، وانا راجل النهارده محمد شحاته من اللعيبه الاساسيه بالنسبه لي. قرر هو الادم سواء، لا اللعيبه حتى لو بتاخد ما بتلعبش مش فارقه يعني. انت يا زميلي اتاكد مدينا لايك متين فيديو مش شايف كرامه جرس في كل الشارع على مكان لايكات ولا بدنا نشوف عايز اسمعك ايه.